الروتين الاسبوعي، الخطوات الاساسيه ومهمه جدا لازم نعملها مره واحده في الاسبوع بس. حددوا يوم يكون مخصص ان انا ههتم بنظافتي الشخصيه النهارده، خصوصا بقى اللي انتوا المدرسه قربت، يعني الحاجات دي لازم تعملوها علشان تفضل ريحتكم حلوه كده، وعلشان ما تتحطيش في موقف محرج، وعلشان لما تكبري كمان ما يكونش عندك مشاكل كتيره قوي وتقعدي تعالجي فيها. فاول حاجه في الروتين الاسبوعي هو غسيل الشعر. احنا زي ما قلنا كده في الروتين اليومي ما جبناش سيره ان احنا هنغسل شعرنا، لان احنا ما بنغسلش شعرنا كل يوم. لو غسلت شعرك كل يوم هتسببي فيه قشره، وهتخلي فيه دهون، وهيبقى بيقع وفيه بينشف وبيبقى فيه تقصيف. فمن الحاجات اللي لازم تعرفيها من وانتي صغيره ان شعرنا بيتغسل مرتين في الاسبوع. احنا بنغسل جسمنا ولكن ما بنغسلش شعرنا. فنيجي بقى لاول خطوه. اول خطوه هنستخدمها هو الشامبو. بصوا يا بنات، انا عارفه طبعا ان انتوا بتستخدموا الشامبو، يعني دي مش معلومه جديده، احنا لازم نغسل شعرنا بشامبو، بس طريقه غسيل الشعر هنا هو بقى ده اللي لازم تغسلي شعرك بطريقه صحيحه. يعني فكره ان احنا ناخد شامبو ونحطه كده على الشعر ونقعد نعمل كده، الطريقه دي غلط، ما بتنضفش الشعر، وبالعكس بتنشف شعرك جامد جدا. وخصوصا لو انت لاحظتي كده هتلاقي وانت بتستخدمي الشامبو على الشعر من ورا الطريقه دي مش صح، وبتنشف لك شعرك وبتقطمه. طبعا انا الطريقه دي علمتها لرودي وخليتها تتعود ان هي تغسل شعرها، خلاص بقى هي كبرت ولازم تعتمد على نفسها. اول حاجه بتاخدي كميه من الشامبو على ايديكي وتحطيها في فروه الشعر بس، ما تحطهاش على شعرك، تغسلي بيها فروه الشعر. يعني الشامبو معمول ان هو بينظف فروه الشعر من الاتربه والزيوت والدهون اللي موجوده في فروه الشعر. بنبدا نفرك بحركات دائريه لمده دقيقتين يا بنات. بعد كده بنشطف الشعر، وانا بشطف شعري اصلا الشامبو اللي في فروه الشعر بينزل على الشعر فبياخد كل الزيوت اللي موجوده وما بينشفش شعري، وما بقعدش اعمل كده علشان ما اقطمش الشعرايه. تاني حاجه بقى بعد ما غسلت شعرك كويس جدا، مهم جدا تستخدمي بقى حمام كريم. الحمام الكريم بعد بقى ما خلصنا غسيل، الخطوة التانية وهو حمام الكريم. مرة في الأسبوع يا بنات تستخدموا حمام الكريم، بس برضو أنا مش جاية أقول لكم استخدموا حمام الكريم قد ما أنا جاية أقول لك إزاي تستخدمي حمام الكريم بطريقة صح عشان تاخدي منه أفضل نتيجة. أول حاجة هتعمليها تاخدي كمية بسيطة، مش كمية كبيرة زي رويدة ما بتعمل، لا بناخد كمية بسيطة وبنحطها فين بقى؟ بنحطها على الشعر من بعد ودنا، يعني ما نجيش على شعرنا ولا على فروة الشعر، لأن ده هيسبب لك دهون وهيخلي شعرك يتلبك مع بعضه. لان حمام الكريم معمول للشعر بس مش لفروه الشعر، ما بيتحطش على فروه الشعر عشان ده بيسبب مشاكل كتيره جدا انتوا في غنى عنها. لازم تعرفوا الطريقه دي. مش هكدب عليكم، يعني زمان كنت بحط حمام الكريم على شعري على فروه الشعر لحد ما عرفت الصح، يعني فعشان كده حبيت اكد عليكم ان حمام الكريم بيستخدم على الشعر من ورا مش على فروه الشعر. تالت حاجة بقى خلاص استخدمنا الشامبو، استخدمنا حمام الكريم، ده مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع لو انتي شعرك جاف وما بتغسلوهوش كتير. يعني انا عن نفسي بغسله مرتين في الاسبوع فقط. الخطوة اللي بعد كده بنات، في نفس اليوم اللي انت حددتي فيه ان انت الروتين الاسبوعي بتاعنا نستخدم حمام زيت على شعرنا، ده بيطري الشعر وبيقعدك فتره طويله شعرك يعني ناعم كده وصحي كمان. فنجيب مجموعه من الزيوت، يعني الزيت اللي معايا ده في مجموعة من الزيوت الهائلة، يعني كل انواع الزيوت اللي الشعر ممكن يستفيد منها موجودة هنا. فممكن ان انت تجيبي زيوت طبيعية وتقلبيهم على بعض وتستخدميهم كحمام زيت على شعرك مرة واحدة في الاسبوع يا بنات، مش اكتر من كده. وبعد كده طبعا بنغسل شعرنا بالشامبو وحمام الكريم. فده يعني لو انت حابه بقى تهتمي بشعرك كده وشعرك يكون جميل، فحمام الزيت من الحاجات اللطيفه جدا والحلوه جدا يا بنات. نيجي للخطوه اللي بعد كده هو السكراب يا بنات. مهم جدا يا حبيبتي ان انت تقشري خلايا الجلد الميته اللي موجوده على الجسم مره واحده في الاسبوع. في الشاور بتاعك كده وانت بتغسلي شعرك بقى وبتحطي حمام الكريم دي، حطي تجيبي سكراب وتستخدميه او مقشر على جسمك كله بحركات دائريه.
اوعك تضغطي على الجلد بتاعك علشان ده هيسبب لك احمرار، لان جلدك اصلا لسه ضعيف وما فيهوش مشاكل كتيره قوي. يعني في بنوته كانت صغيره كانت بتقول لي: يا نادي جسمي كله فيه حبوب صغيره كده، وبحس ان انا وانا بفرك كده بيطلع على ايديا خلايا جلد ميته وبيطلع ريحه مش لطيفه. كل ده بسبب ان احنا ما بنستخدمش سكراب على جسمنا. يا بنات من وانتي صغيره لازم تستخدمي سكراب على جسمك وتقشري خلايا الجلد الميته اللي موجوده على جسمك مره واحده في الاسبوع. لو انتي مش حابه تشتري سكراب جاهز، وده في منه انواع كتيره جدا جدا، وفي انواع رخيصه كمان يا بنات وبتديكي نفس النتيجه. ممكن تستخدمي مقشر طبيعي كده في البيت بمنتهى السهوله. تجيبي علبه وتحطي فيها معلقتين او 3 سكر، وبعد كده بتحطي معلقه بن، وبعد كده بتحطي معلقه عسل ومعلقه جوز الهند او معلقه من زيت الزيتون مع حبه شاور جل، وتحطيهم في علبه، وتبداي مره يعني في الروتين بتاعنا مره في الاسبوع تقشري خلايا الجلد الميته اللي موجوده على جسمك. هتحسي باختلاف 180 درجه، وهتحسي ان جسمك اصلا رجع يتنفس كده وريحته حلوه. فمن الاساسيات النظافه الشخصيه ان احنا لازم نقشر خلايا الجلد الميته اللي موجوده على الجسم بتاعنا. بعد ما بنقشر لازم نستخدم مرطب. طب انا صغيره يا نادي ومش قادره ان انا اجيب كل المنتجات اللي بتقولي عليها دي، انت هتجيبيها واحده واحده. يعني هتجيبي الغسول والمرطب والصن بلوك الاول، وبعد كده كل شهر اعملي لنفسك ميزانيه وحوشي وهاتي منتج منتج، والمنتجات دي بتفضل عندك مده طويله يعني كتيره قوي قوي يعني. او ممكن تجيبي لو انت مثلا مفيش امكانيه، ممكن كمان تجيبي زيت الاطفال ده، وده بترطبي بيه جسمك بعد ما بتستخدمي السكراب يعني او المقشر. بجد بيديكي نتيجه تحفه جدا، وده العبوه منه ب35 جنيه يعني. بس كده يا بنات، نيجي بقى ليه بعد كده في الروتين الاسبوعي. بعد ما اخدنا الشاور ونضفنا شعرنا وكل حاجه، لازم مره في الاسبوع نقص ضوافرنا. بص يا بنات، شكل ضوافرك لما بيبقى شكله مش لطيف، ايديكي عامه هي بتلمس كل حاجه في الكون. انت بتاكلي وبتشربي وبتحطيها على ايدي على وشك، بتحطي بيها كل حاجه. فمهم جدا يا بنات ان انتوا تهتموا ان انتوا تقصوا ضوافركم. ما تستنوش حد يعلق عليكم ويقولك ضوافرك شكلها مش لطيف، ضوافرك فيها حاجات مش لطيفه. لا، اعملي في نفس اليوم اللي انت حددتيه. حددي مثلا يوم الجمعه، يوم الخميس، يوم السبت، على حسب انت اليوم ده ما يكونش مسحوم، ما يكونش في حاجات كتير، وتعملي الحاجات اللي بقولك عليها وتقصي ضوافرك. مهم جدا ان احنا نقص ضوافرنا مره في الاسبوع، ضوافر ايدينا وضوافر رجلينا. ده من الروتين او من الحاجات اللي لازم تهتم بيها في نظافتك الشخصيه. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، وهي ملهاش دعوه بالحاجات المنتجات، ولكن انت دلوقتي خلاص كبرتي، فمهم جدا وانت السرير اللي بتنامي عليه تغيري وش المخده بتاعك وتغيري الملايه بتاعتك مره في الاسبوع يا بنات. على ده اقل حاجه يعني ان انت تغيريها مره في الاسبوع، علشان انت بتعرقي وبتنامي على الفرشه دي يوميا، فطبعا بتعرقي عليها، فده ممكن يطلع لك حبوب على بشرتك تبقى ريحتها مش لطيفه، وده بيكون مؤذي اصلا وانت نايمه. فمن الحاجات الاساسيه ان انت تغيري وش المخده والملايه بتاعتك. وكمان يا بنات من الحاجات اللي انا نسيتها في الروتين اليومي ان انت لازم تغيري الملابس بتاعتك. يعني لما تاخدي الشاور كل يوم ما ينفعش تلبسي اللبس ده غير لما ترجعي تغسليه مره تانية. ده بالنسبه للروتين الاسبوعي.